بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هنعمل نوع تاني من النقانق. انا عملته قبل كده على القناة وحطوا لكم الرابط في صندوق الوصف. ده نوع تاني بطريقة صحية بدون بيض بدون نشا. تابعوا الطريقة للآخر بالضبط. انا عندي صدور دجاج خليتها وغسلتها كويس طبعا بالدقيق بالليمون بالطريقة المعتادة اللي الكل عارفها. شلت الجلد وشلت العظم وهبدأ افرم الدجاج. طبعا هحط لكم المقادير في صندوق الوصف كالعادة. عندي هنا فرمته مع التوم والزنجبيل الطازة ودي البهارات اللي هحطها اكتبها لكم في صندوق الوصف بإذن الله. وطبعا هنضيف لها الوان طبيعية اللي هو البنجر اللي باين في الوصفة ده بنجر طبيعي انا مجففاه في البيت. الرابط بتاع الفيديو بتاعه هحطه لكم برضو بإذن الله. نقانق سريعة عارفين حاطين فيها ايه. طبعا ضفت لها زيت زيتون هحط لكم برضو مقداره في صندوق الوصف. ونبدأ نشكل. هنعمل كمية عندنا مضاعفة الكمية بحيث تبقى عندي كمية عندي في الفريزر اطلعها لو عندي اي ظروف. طبعا هنجيب البلاستيك الغذائي ده ونعمله. انا كنت عملت لكم فيديو اخر ونخرم عشان ما ينفجرش. عندي هنا اناء فيه مية تحت وحطيت عليه الصينية وغطيت عليه بحيث ان ما يلمسوش المية. طبعا اقلب سمنة بلدي اقلب زبدة. طبعا حطيت هنا في الصورة بطاطس وبعض الفلفل. قدموه بالطريقه اللي تحبوها، قطعوه مع البيض، قطعوه مع الخضار، اقلوه، اعملوه بالطريقه اللي تحبوها. بس طعمه رائع. يعني نقانق لحم صافي. قدمته مع فلفل هريسة الفلفل الرومي. كنت عملت لكم برضو في فيديو هحطه لكم برضو في صندوق الوصف. يا رب ينال اعجابكم وتجربوه. شايفين يعني ان انا معروفة ان يعني الكل بيحبها. دي هريسة الفلفل الرومي الحلو مش الشطة. قدموه بأي طريقة تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله.